ينضم الينا من كركوك المحلل السياسي محمد علي الجبوري. مساء الخير سيد محمد. اخر التطورات مع ديالى لنقل بانها الاحدث حتى الان بان المالكي يرشح خليفه التميمي لمنصب المحافظ، هل يمكن القول ان الازمه قد حسمت بثقل المالكي سياسيا وبتاكيد قربه من بدر، وبالاضافه ربما يمكن ارضاء الاطراف السنيه الفائزه في انتخابات مجلس محافظه ديالى؟ مساء الخير على جنابك أخي الكريم وعلى كل مشاهدين ومتابعي قناة آي نيوز. بكل تأكيد ملف ديالى هو مشابه لملف كركوك. أعتقد هناك صدى في الصوت يؤثر على الحديث. من جهتنا صوتك واضح، لا أعلم من مدى ذلك. تفضل، سوف لا نقاطعك إلا عندما تنتهي من الحديث. تفضل. نعم، في البداية ملف ديالى مشابه لملف كركوك. كان هناك أيضا انسداد سياسي في ديالى، وعلى أمل أن يحل مشكلة في الصوت. الصوت إذا يرجع ما ينفع أكمل حديث. هل تستمع إلى صوت آخر سيد محمد من الشاشة مباشرة؟ صوت يتكرر نفسه فما ينفع أكمل حديث. طيب، نحن نسمعك الآن، لا مشكلة بذلك. إذا كان لديك جهاز آخر أرجوك أن تطفئه وتستمع لنا فقط عبر جهة الاتصال سكايب حاليا. نعم. تفضل. في البداية الملف في كركوك هو مشابه للملف في ديالى. أيضا هناك انسداد في الوضع السياسي في كركوك بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، ولحد هذه اللحظة في كركوك هناك خلاف كردي كردي. أثر هذا الخلاف انعكاسا سلبا على تشكيل الحكومة، باعتبار العرب والتركمان متماسكين في اتجاه واحد وفي صوت واحد فقط. نحن بحاجة إلى أحد الأطراف الكردية لانفراج الأزمة في ديالى. اليوم حقيقة أخبار سارة. نتمنى ونأمل أن يكون الملف في كركوك أو الانفراج في كركوك قد يتحقق على غرار ما حدث في ديالى. في بغداد نحن نعتقد أن حسم منصب رئيس مجلس النواب هو قد ينعكس إيجابا على كركوك، لكن يعني باعتبار أنه أثر سلبا في الفترة الماضية. انسداد هذا الملف في بغداد اثر على ملف اختيار الحكومه المحليه في كركوك. فنحن نتمنى ان يكون هناك اختيار جديد للحكومه المحليه في كركوك في الايام القليله المقبله. طيب، من أزمة ديالى إلى كركوك إذن سيد محمد، بطبيعة الحال متشابهة لكن القوى مختلفة بطبيعة الحال في كركوك. قوى الثقل السياسي في كركوك بطبيعة الحال. كيف ستحسم الأزمة في المحافظة؟ ولا سيما أن تدخل بغداد لم يحل العقدة، عقد اجتماع، هناك دعوات من بغداد طبعا برئاسة السودان لكل الأطراف، لم يحصل تقدم. صح، هناك 3 اجتماعات برئاسة السوداني فشلت في اختيار الكابينة الحكومة المحلية في كركوك. ولكن في الأسبوع الماضي كان هناك اجتماع أخير برئاسة السوداني. نعتقد أن هذا الاجتماع الرابع الأخير في الأسبوع الماضي قد يحقق انفراجا في الأزمة بعد تقاربه مع الأطراف الكردية وتقاربه مع الأطراف العربية والتركمانية في اجتماع موسع كان في إدارة الدولة. كان حضر به الشيخ خميس الخنجر وايضا الدكتور محمد تميم. هم من نعتقد من يمثلون الكتله الاكبر من المكون العربي في بغداد. فحقيقه الانفراج اصبح قريب جدا. هنا لا مشكله بين العرب والتركمان، لكن المشكله الخلاف هو كردي كردي. هذا الخلاف الكردي كردي انعكس سلبا باتجاه مكونات كركوك البقيه من العرب والتركمان. نحن نحتاج احد الاطراف الكرديه فقط، وباستطاعتنا أن نشكل الحكومة المحلية في غضون 24 ساعة فقط. لكن الخلاف الكردي أثر على هذا الموضوع، ونحن نأمل من أحد الأطراف الكردية، ونعتقد أن هناك انفراج من جانب الاتحاد الوطني الكردستاني للخروج بحقيقة بنتائج إيجابية. نعتقد في الأيام القليلة المقبلة هناك اجتماع مهم جدا في بغداد برئاسة السيد رئيس الوزراء باعتباره رئيس ائتلاف إدارة الدولة. هذا الاجتماع الأخير الذي سيحدد مصير الحكومة المحلية في كركوك في الأيام القليلة المقبلة. فلا خلاف بين المكونات، فقط هناك خلاف كردي كردي انعكس سلبا. بالنتيجة هناك أزمة في كركوك، ولم يعجز السوداني أو إن عجز السوداني في 3 اجتماعات، ما الذي سيفعله في اجتماع رابع إن لم يحصل جديد، إن لم يحصل تغيير في المواقف أو تغيير في الصفقات السياسية بطبيعة الحال مع الأطراف المتنازعة في كركوك؟ بالنهاية كركوك أمام خيارين، إما إعادة الانتخابات أو حتى هناك تلويح من بغداد بتعيين محافظ من قبلها، هذا وارد صحيح؟
حقيقة السوداني لا يستطيع أن يجاسف في ملف كركوك، باعتبار ملف كركوك ملف حساس وخطير، فيه مكونات وفيه يعني حقيقة الموضوع، يعني لا يستطيع السوداني يعني إجبار طرف على آخر باختيار شخصية لمنصب المحافظ أو منصب رئيس المجلس. فحقيقة هي كما وصفتها أنت قبل قليل في النشرة، هي برميل بارود. فالسوداني يشعر بأن هناك تقارب، قد يعني حدث تقارب في الاجتماع الرابع الأخير في بغداد قبل أسبوع، قد من خلال هذا التقارب السوداني يعني يستطيع ان يوصل وجهات النظر بين مكونات كركوك، والابرز بين العرب والاكراد. حقيقه الكتله العربيه والكتله الترك الكرديه، هناك تقارب حدث في الاسبوع الماضي في بغداد. فالسوداني كان يرعى هذا الاجتماع فقط، لا يستطيع ان يفرض اراده على مكون من المكونات. اعاده الانتخابات، نحن نعتقد ان اعاده الانتخابات امر صعب جدا، قد يشكل أزمة سياسية وأزمة دستورية في كركوك قد لا يحمد عقباها. يجب أن يعني ماكو خيار ثاني إلا أن يكون هناك خيار توافق بين المكونات لاختيار الحكومة المحلية المقبلة. إعادة الانتخابات أمر صعب جدا في المرحلة المقبلة حقيقة، مع باعتبار ذا. ملف كركوك. طيب سيد محمد، نعم. صلب المشكلة لنكون واقعين في ذلك بأن المكون العربي والمكون التركماني لا يريد خارطة ما قبل 2017 بالمقاعد لدى الأحزاب الكردية حاليا. هناك مخاوف لدى هذين المكونين من تحول كركوك في خانة لا يعتبروها أنهم شركاء فيها بطبيعة الحال. ولكن مع ذلك بحساب الكراسي والثقل السياسي، من هو الأجدر أو من هو الأحق بمنصب محافظ كركوك؟ ومن هي الجهة المعطلة لذلك الحال؟ إذا نتكلم بلغة الأرقام، حقيقة الكتلة الأكبر في كركوك التي حصدت أعلى المقاعد هي كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، حصلت على 5 مقاعد. ثم بقية الكتل منفردة، حصلت قسم مقعدين وقسم مقعد وقسم 3 مقاعد. الكتلة العربية هي يعني 6 مقاعد، لكن ككتلة انتخابية بنتائج الانتخابات هي كتلة الاتحاد الوطني على كتلة. نتكلم عن لغه الارقام، احنا لا نستطيع ان ننكر انه الاتحاد الوطني اعلى كتله فائزه في كركوك، لكن الاتفاق اصبح مكوناتي. العرب اصبح لديهم 6 مقاعد، التركمان اصبح لديهم مقعدين، حدث تقارب بين العرب والتركمان فاصبح عندنا 8 مقاعد. فنحتاج احد الاطراف الكرديه لتشكيل الحكومه المحليه. ماكو طرف يقدر يفرض اراده على المكون العربي والتركماني، باعتبار هي لغه ارقام. فالموضوع يحتاج توافق، ماكو غير التوافق يحل هذا الموضوع. التوافق يشمل عملية تدوير سنة بسنة، سنتين بسنتين، ما لا أعلم. كانت هناك بعض المطالب من كركوك بتدوير المناصب، صحيح؟ صحيح، هذا كان مقترح الجبهة التركمانية، كان مقترح الجبهة التركمانية تدوير منصب المحافظ سنتين، أيضا رئاسة سنتين بسنتين. فكان هو هذا حقيقة أصبح مرحب بهذا الأطراف. تعمل في أحد هذه على ان يكون هناك اتفاق في الاجتماع، هناك اجتماع في بغداد في الاسبوع المقبل والاسبوع الذي يليه. كان الاجتماع سيكون هو اجتماع مصيري في مصير الحكومه، تشكيلها ومن عدم. هو يعني اجتماع مصيري يحسم الجدل في اختيار الحكومه المحليه. الخلاف في كركوك هو خلاف على منصب المحافظ فقط، يعني ماكو خلاف جدلي على شخصيه سياسيه معينه او خلاف على امور اخرى، فقط الجدل هو على منصب المحافظ. الاتحاد الوطني الكردستاني مصر على منصب المحافظ، بالمقابل المكون العربي او الكتله العربيه مصره على موقع المحافظ. فهذا الموضوع هو محل جدل منذ المصادقه على نتائج الانتخابات ولحد هذه اللحظه. محمد علي الجبوري من كركوك، شكرا لك.